السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب العالمين. اليوم جيتكم بفيديو جديد راح نشارك معكم هنايا بريوش درته بطريقتي. فوالا البنات، هنايا الظلمه شويه قاعده نصور بالفلاش. البنات ديجا اني كليت كعبه جا ما شاء الله خفيف قطن 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 كيما تشوفوا. هنايا اللي حابه تشوف كيفاش عملتو، ما عليك غير تتبعي لا فيديو. ما تنسايليش جيم كومونتير بارطاج الفيديو للحباب باش كومسا تطلع لي شويه المشاهده يا البنات، باسكو كيما شفتوا قناتي راهي هبطت. شوفوا البنات، واحد البريوش واش نقول لكم. شوفوا زبده يدوب في الفم. هاي تبعوا لا فيديو البنات. فوالا هنايا نجيبو نديرو كاس حليب دافي، كاس ماء دافي، نفس الكاس البنات، ما نقولكمش قد ما هالكاس بصح نفس الكاس اللي عندكم. مغرف كبيره تاع خميره معمره وربعه مغارف سكر كبار، نفس المغرف تاع الخميره تكيلو بها السكر 4 مغارف. هنايا نخلطو كل شيء مع بعضاه ونحطوه يخمر. حطيت لافاني وسي البنات، مازال نورمالمون. هنايا نحط نص كاس تاع زيت ونحط لافاني. لافاني نص، ديروا مغرف صغيره. انني كترت شي باسكو نحب لوغو تاع لافاني. هنايا ونخلط كل شيء مع بعضاه، ومن بعد نبداو نلمو بالفارينه. هنايا درت بيدي البنات، كيما تقدروا ديروا بالبيتخان ولا كيما تحبوا نتم. هنا الفارينه درت كيس تاع خميره نواره، درت بيدي باسكو عبالي كاين اللي ما عندوش بيتخان، باش كومسا كي تشوفوني درت بيدي تقولوا هاي سهله تقدروا ديروه. هنايا نحطوا مغرف صغيره تاع ملح، اني نسيتها، مغرف صغيره بيان سور باش ما يجيناش مسوس البريوش تاعنا، باه ما يجيش مسوس. ونكمل نشيح بالفارينه. هنا البنات هاو القوام اللي نتحصلوا عليه، ما هو طري بزاف ما هو يابس، نغطيوه ونخليوه يخمر. فوالا هنايا الاصفر تاع العظمه حطيت فيه مغرف تاع زيت ومغرف تاع حليب وشويه فاني ونخلط. تحبوا تزيدوا شويه قهوه زيدوا. هنايا العجينه تاعي خمرت وهبطتها وزيد عاودت خمرت. تقدروا نتوما تخليوها تخمر مره واحده وفرات يعني وتهبطوها وتبداو تشكلوا فيها بعد. هنا صينيه تاعي درت لها ورق الزبده، ها هي الصينيه تاعي. ونبدا نعمل في كرات صغار البنات، لازم صغار باسكو من بعد يزيد تعاود تطلع. حاولوا ديروهم شوي صغيرين باسكو زيد دركا زيد تعاود تطلع يكبروا. هنا فوالا كيما كملت التشكيل تاع الحبيبات تاع البريوش، بديت ندهن فيهم بالاصفر تاع العظمه وخليتهم طلعوا، وزدت عاود لا دوزيام فوا زيد دهنتهم وزينتهم بشي اللي عندكم، مكسرات ولا جلانيه ولا شوكولا ولا جوز هند، الشي اللي عندكم انتم. هنايا بعد ما طلع نحطه في الكوزينير، لازم تكون سخونه، ونخليه حتى يحمر من تحت زيد يتحمر من الفوق. وهذه النتيجه. تدهنوه بشوي كونفيتور ولا ناباج ولا شي اللي عندكم، وتزينوه بالشوكولا كيما تقدروا تحشيوه بالشوكولا. وهذه هي نتيجه جا قطن يا البنات. جربوه ما تندموش عليه. كيما تعرفوا الدخول المدرسي يقرب، نعملوه لوليداتنا يفطروا به. في الاخير نقول لكم نحبكم بزاف يا البنات، وتبقوا على خير.